بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان، طبعا جاني اكثر من سؤال عن طريقة استخدام خل التفاح. المتابعين اشتروا من عندنا هذا الخل وقالوا ابو عبد الله احنا من وصلنا الخل ما نعرف شلون نستخدمه، يعني ايش قد نشرب باليوم، ايش قد ناخذ، الكمية، شنو اللي يفيدنا. طبعا انا بالنسبة لي اول نصيحة اقدمها لهم، اقول لهم من يجيكم الخل تلزمون البطل مثل ما علمتكم. هاي المونة مالته جوا نازلة بالقاع، شوفوها اخوان، شوفوا المونة مالته. تلزمون البطل ترجونه مره مرتين ثلاثه لحد ما يتجانس الخل. شوف هسه صار كله نوعيه واحده، لون واحد. هذا شو نسوي احنا اخوان؟ هذا البطل تقريبا نص لتر يعني اذا تشوفونه. هذا البطل نص لتر. هذا شلون نستخدمه؟ ناخذ من عنده 3 مرات باليوم، طبعا بعد الريوق وبعد الغداء وبعد العشاء. تردون تقولون لا والله ابو عبد الله نريد نستخدم اكثر، يعني عادي تستخدمه. انا بالنسبه لي طبعا هذا تقريبا ربع جلاس، هذا جلاس الجبن الصغير يسموه جلاس انجور. هذا ربع جلاس تقريبا، يعني 3 خواشيق مال اكل، 3 خواشيق 3 ونص. اخوان هاي بعد الريوق وبعد الغداء وبعد العشاء. اكو جماعه انا طبعا راسلوني قبل فتره قالوا عندنا قولون شويه تحسنا، ياخذون اكثر اخوان، ياخذ نص جلاس تقريبا، يعني هذا نص الجلاس. يقول لي ليش؟ هو اخوان هذا اولا منتج طبيعي، يعني ما بي اذيه للجسم اولا، ثانيا الطعم ماله مو ذيك الحموضه القويه، يعني مو مثل هذا هسه بالسوق الحوامض اللي الناس تشتري يقولوا لهم خل تفاح، هو مو خل تفاح طبعا، هذا حامض الخليك وحاطين له انواع صناعيه ما شنو. هذا خل عندكم، هذا خلص يعني خل انتاج وطني، وما بي اي شيء، يعني ما بي اي اضافات اخوان، تفاح خالص. اللي جاي تشوفون اللون ماله وتشوفون طبعا انا هذا مصفيه وسبحان الله يطلع بيه خثره، باعه خثره اذا تشوفون الشعبيه مال البطاله جوا، انا مصفيه عود زين، ويظل يذب خثره، كل ما تصفونه يطلع خثره، كل ما تصفون من الله سبحانه وتعالى، هو طبيعي بعد. هذا شو نسوي اخوان؟ قلت لكم 3 مرات باليوم، تقدرون تستخدموه ويا الاكل، استخدموه ويا الاكل، تخلوه ويا السلطات، تخلوه ويا الاكل مثلا. شوف شلون تستخدمونه، خاصه اللي عندهم قولون، اللي عندهم سكر، يعني حاولوا ان تستخدموه بكثره، يعني خلوه يعني تقريبا هواي تستخدموه على شنو، مثل ما يقول به شفاء وعافيه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هسه الشعبيه شوفوها قدامكم، هاي مال القلاص، انا راح اشربها واشوفكم بانه الطعم ماله شلونه. اخوان يعني الحموضه مالته قليله، يعني حتى اذا تشوفون انا شربته كله هذا الشعب زين، ومستعد اشرب نص جلاس طبعا، بس انا شنو لين شربت بالساعه يعني ورا العشاء. هسه انا ورا العشاء طبعا جاي احاكيكم، يعني قبل لا انام بشويه بعد ساعه ساعتين انام. شربت من عنده اخوان. هذا يعني حتى يصير شلون منظف للجسم، يعني اذا تبون تنظفون جسمكم من الامراض، خاصه اذا واحد مثلا فلاونزا، البقايا مال فلاونزا، البلغم، غيرها اللي بالصدر، جرثومه المعده، الامعاء، هذا يصير يعني شلون تنظيف، سائل تنظيف. هذا ينظف لك الجسم بصوره عامه، يعني عوفنا من القولون، عوفنا من جرثومه المعده، عوفونا من كل شيء. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا تنسون ان تشاركون هذا الفيديو طبعا لجماعتكم ولاحبابكم اللي عندهم امراض، الله يعطيهم الصحه والعافيه، انسداد شرايين، جلطات، جرثومه بالمعده، سكر، قولون. طبعا انا والله العظيم بدون لا احمد نفسي ولا شيء، وهواي ناس جاي يراسلوني على الخاص، اللي طاب من القولون، اللي طاب من جرثومه المعده، اللي طاب من انسداد الشرايين، يعني الفضل لله سبحانه وتعالى، مو ان احنا احنا سبب. واشوفكم على خير.